هلا ما في شيء اسمه وقف إطلاق نار. العدو مهزوم بطريقة كتير كبيرة. العدو ما عم يحكي عن ولا نوع من أنواع الخسائر بجنوب لبنان. في حدا فكر بهذا الموضوع؟ ليش؟ في حدا سأل إنه ليش العدو ولا مرة نزل إلا بالكمية القليلة جدا جدا بالقطارة إنه في مثلا جريح أو في قتيل أو في ضابط انقتل بجنوب لبنان؟ ليش هذا الشيء؟ تعرفوا الإعلام العبري شو عم بقول؟ الإعلام العبري بقول لكم إذا بدهم ينشروا فطايصهم بقلب المناطق المحتلين بفلسطين المحتلة بتعبي الشوارع. أنا قلت لكم شيء وبرجع بقول لكم، وقف إطلاق النار مرهون بالميدان، والميدان الإسرائيلي مهزوم فيه. تثبيت نقاط أبعد من 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر ما كان عم يقدروا يعملوه. فاتوا بس بمطرح واحد 3 كيلومتر ونص، اجوا عم بثبتوا، ما قدروا يثبتوا ورجعوا. اللي بيعرف شو معنات الدمار اللي موجود على الحدود، وانه الشباب بعدهم عم يطلقوا صواريخ وعم يطلقوا مسيرات على فلسطين المحتلة وعلى المناطق الموجود فيها العدو، وعلى تل أبيب وعلى حيفا وعلى المناطق المتقدمة جدا صوب تل أبيب، بيعرف انه العدو هزيمته كتير كبيرة. يعني العدو شو حقق؟ ضرب المباني واستشهد كتير مدنية وصار في جرحى مدنية. هذا منه شيء بيخلي العدو انه يوقف الحرب. احنا بنتمنى توقف الحرب هلأ بهيدي السنة قبل بعد دقيقة، بس العدو مهزوم والعدو انتهى. والعدو اتضربت امبارح اللي قلت لكم خلوا عينكم على تل أبيب اللي كانت بالليل. طب رح اقول لكم هلأ شغلة، خلوا عينكم من الحدود الجنوبية على تل أبيب اليوم. خلوا عينكم وتفرجوا الأخبار من هذا الموضوع. طيب وشوفوا العدو واصل لمرحلة اليوم وبكرة الصبح. خلوا عينكم وتفرجوا الأخبار من هذا الموضوع. طيب وشوفوا العدو واصل لمرحلة الإفلاس، ما بقى عنده ولا محل يضرب فيه، عم يضرب بس مدني. على جميع الأحوال اللي راح يصير بدأت تشتد المعارك بوتيرة كتير عالية. نحن أمام هزيمة ضخمة للعدو بقلب مناطقه جوا، وفي مفاجآت والله العظيم يا ريت لو في الواحد يحكيها، بس بده ينحكى فيها بعد فترة. وبتسمعوا أخبار كتير حلوة. خلوا عينكم على الميدان، ادعوا للشباب المجاهدين، ادعوا للمقاومين الثابتين الصابرين، ادعوا لكل شخص عم بيقاوم بأي شيء عم يعمله بقلب الأراضي اللبنانية، وين ما كان، بأي مكان، بأي زمان. وصدقوني النصر كتير كبير، النصر كتير كبير، النصر كتير كبير. من أسبوعين وثلاثة وأربعة قلت لكم ما في وقف إطلاق نار، مش لأنه أنا بعرف شو عم بصير، لأنه نحن فهمانين شو عم يكذب العدو. بس بإذن الله تعالى رح بشركم ببشارة حلوة. بلش العد العكسي، بلش العد العكسي لوقف إطلاق النار بإذن الله تعالى. ومبروك لكل شخص سجل عن منصة وإجته الهدية. مبروك لكل شخص وصلته الهدية على بيته. ومبروك لكل شخص، وبنشكر كل القيمين على المساعدات الضخمة اللي نزلت على المناطق اللبنانية وعلى النازحين وعلى الصامدين. نحن ولا يوم فكرنا انه نترككم، ولا يوم ورح نفكر انه نحن بنترككم. شعبنا شعب قوي، شعبنا شعب صامت، شعبنا شعب ما بينزل. وزلينا العدو ورح نزل العدو ورح نضل نزل العدو بالمفاجآت اللي رح تصير. ايام بإذن الله تعالى صعبة رح تكون بالميدان، شرسة بالمواجهات. نصر حليفنا مثل ما وعدكم سماحة السيد، ومثل ما حيضل يوعدكم بكلامه انه الناصر حليفنا ورح يضل حليفنا. السلام عليكم
ونصر الله وبركاته، واللي فيه الله فيه لحزبه.